السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم معنا فيديو جديد. اليوم غادي نحضروا معكم فطائر كيجيو رطبين ولذاذ بزاف، محضرين بالخضره والدجاج. ندوزو دابا نشوفوا المقادير، طريقه التحضير. غنحتاجوا لهاد الفطائر 500 غرام ديال الدقيق الفورص، 2 كيسان الحليب، ربع كاس ديال الزيت، معلقه ديال الخميره الفوريه، شويه الملحه حسب الذوق، معلقه ديال السكر سنيده، معلقه ديال الزبده. غنديرو معلقه ديال الخميره ومعلقه ديال السكر سنيده، غنضيفو عليهم كاس ديال الحليب دافي. غادي نكبو عليهم الحليب يكون دافي، غادي نخليو حتى تتفاعل لينا ديك الخميره هي والسكر. غنضيفو 2 معالق ديال الطحين باش تتفاعل لينا الخميره دغيا. ملي تفاعلت لينا الخميره كنضيفو الكاس الثاني ديال الحليب، نضيفو الزيت، الملحه، غادي نبداو نضيفو الدقيق غير بشويه، كنبقاو نضيفو الدقيق حتى نحركوه على هذا الشكل. كنضيفو الدقيق بشويه بشويه تنحصلوا على القوام اللي غنحتاجو. مابقاش العجينه مكتبغيوش، ما خصناش نخليوها تكون مرخوفه، نعجنو بيدينا. كنبقاو تنعجنو ونزيدو في الدقيق حتى كيتجمع لينا داك الخليط. كيبقى على حساب الدقيق، كاين الدقيق اللي تيشرب، كاين الدقيق اللي لا، على حساب النوعيه. المهم حنا كنعجنو وكنزيدو في الدقيق تنحصلوا على القوام اللي باغيين. غادي ناخدو شويه ديال الدقيق نرشوه فوق سطح العمل، نحطو العجينه ديالنا فوق سطح العمل. غادي نضيفو عليها معلقه ديال الزبده، غنبقاو ندلكوها حتى كتدخل لينا ديك الزبده العجينه، ونرشو شويه ديال الدقيق باش ما تلصقش لينا فوق سطح العمل. ما كتشوفوا العجينه ديالنا كتولي على هذا الشكل، جمعناها كتبقى قاصحه شويه، ما تكونش مرخوفه باش ما تعذبناش ملي نبغيو نطلقوها. غنديروها دابا في السوبيره، غادي نغطيوها ونخليوها تتخمر. ندوزو دابا نحضروا غنحتاجو لهاد العماره. عندنا صدر ديال الدجاج مقطع، خيزو محكوك، عندنا الربيع، 2 بصلات مشلضين، فلفله حمراء وفلفله خضراء، توابل، الملحه، شويه التحميره او البابريكا، شويه الكمون، البزار، سكينجبير، هريسه. كتبقى اختياريه حسب الذوق، اللي كيبغي الحار يديرها، اللي ما يبغيش حار ما يديرهاش. نديرو شويه ديال الزيت باش غنشحرو البصله،
نديرو البصله والفلفله، غادي نديروهم تيتشحروا شويه. بعد ما تشحرات لينا البصله غنضيفو عليها الصدر ديال الدجاج مقطع، غادي نحركوهم مزيان. غادي نضيفو التوابل، دائما تكون النار مجهده باش ما تطلقش لينا ديك الخضره الماء. غادي نضيفو خيزو محكوك، غادي نخليهم تيتشحروا مزيان ينسجموا مع بعضياتهم. طابت العماره غنضيفو عليها شويه ديال الكزبره والمعدنوس، غنضيفو عليها 3 ديال الفرماجات او 4 اللي كيكون متوفر، اي جبن عندكم متوفر ضيفوه. صافي دابا غادي نطفيو عليها، نحركو غير داك الفرماج تينسجم لينا مع العناصر. بعد ما خمرات العجينه غادي نحطوها فوق سطح العمل، خرجوا منها داك الهواء ديال الخميره. نحطوها دابا فوق سطح العمل، غادي نقطعوها قطع متساويه. بعد ما قطعنا العجين قطع متساويه غنديرهم كويرات. بعد ما بردات اللي حضرنا ضروري تخليو العماره تتبرد باش ما تقطعش لكم العجينه ديالكم. دابا غنطلقوا ديك الكويره بالمدلك، كما كتشوفوا العجينه كتجي رطبه. بقاو ترشوا شويه ديال الدقيق الا لصقات ليكم مع العجينه، ملي كتخمر كترخى شويه. بعد ما سرحنا العجينه ديالنا دابا غنجيبو العماره، غادي نستوها على هذا الشكل. تقدروا ديروهم فطائر طوال بحال هكا اولا تقدروا ديروهم صغار، نتوما الحجم اللي بغيتو. كيجيو لذاذ في الحقيقه هاد الفطائر. تقدروا تضيفوا معاهم الفرماج
هكا من الفوق. المهم كتبقى الحشوه كتبقى اختياريه. غادي نقسمو العجينه على هذا الشكل بالموس اولا بالجراره ديال البيتزا. غنطويو هذوك القناص باش ما تخرجش لينا العماره. غنطويوها على هذا الشكل. كما كتشوفوا غادي نقلبوها. غنشدو هذوك مزيان بالصباع ديالنا نورقو عليهم باش ما تحلش لينا. هاد الطلاقيه هي غنديروها لتحت نقلبوها جهه اللاطه. دابا غناخدو الموس غنديرو فتحات في ديك العجينه. غنديرو الصبع ديالنا وكنقطعو شويه بالموس شريطات. كنديرو الصبع وكنقطعو شريطات على هذا الشكل كما كتشوفوا. كنعاودو نخالفوهم على هكا. نستمر على هذه الطريقه. كما كتشوفوا في الفيديو. راه كنديروا هذا الصبع ديالنا وكنخالفوا ملي كنكونوا غاديين وكنقطعوا كنخالفوا باش كتجينا بحال الشبيكه. دابا غادي ناخذوا هذاك العجين اللي قطعناه بالموس غنديروه فوق من الفطائر ديالنا. كنحاولوا نحلوا دوك العيون. جبدوهم هكا باش يجيوكم باينين. صافي كنحيدو العجين اللي زائد كنقطعوه. نتنيو دوك الجنيبات لتحت. صافي غنديروها في اللاطه اللي غندخلوها للفران. بعد ما كملنا الفطائر اللي عندنا خدينا الصفر ديال البيضه طربناه ضفنا معاه شويه ديال الفلفله حمراء ولا ديروا معاه قهوه سريعه الذوبان غير باش يعطيكم داك اللون مذهب. كندهنوهم من الفوق. بعد ما كملنا الفطائر ديالنا الدهين دابا كنذوقوهم زريعه ديال الخشخاش اولا ديروا جلجلان اللي كيكون متوفر عندكم. كنديروه في دوك الفتحات اللي درنا باش كيعطينا منظر. صافي دابا نكملوهم وندخلوهم الفران يكون سخون من قبل. هادو هما الفطائر اللي حضرنا معكم اليوم. كيجيو على هذا الشكل رطبين. كيجيو العجينه ديالهم بحال ديال البغيوش. الى عجبكم الاقتراح ديال اليوم ديروا لايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.